خليني اعرف نفسي كده. وهو في الحقيقه انا بعرف نفسي انا بعرف نفسي كعبره يعني. تمام. آه انا جلال حسين، دكتور صيدلي. ليه دكتور صيدلي؟ عشان مكتب التنسيق جاب لي صيدله. يعني وتقريبا اغلبيتنا بيحصل معاه كده، يعني اللي هو احنا بنخش في الكارير بتاعنا عشان هو مكتب التنسيق قال لنا كده. تمام. طيب لكن في الحقيقه هو احنا لما كنت باجي في ثانويه عامه وحد يجي يسالني هو انت عايز تخش ايه، ما عمري ما كنت بقول صيدله. انا كنت بقول دايما عايز اخش فنون جميله. طب ليه فنون جميله؟ عشان انا بحب الرسم. طب حلو، انت بتحب الرسم فهتخش فنون جميله. طب انت لما تتخرج من فنون جميله هتشتغل ايه؟ لا مش عارف بتوع فنون جميله والله بيشتغلوا ايه، بس انا بحب الرسم. طيب يعني انت لما تتجوز وتخلف هتصرف على اولادك منين؟ ما انا بحب الرسم. فما كانش عندي اجابه واضحه، يعني ما كانش في اجابه واضحه هو انا عايز اخش فنون جميله ليه غير ان انا بحب الرسم. ونيجي بقى دلوقتي لاول خرافه احنا المفروض نقضي عليها النهارده، وهو ان الترند اللي طالع ده اللي هو امشي ورا شغفك. يقول لك امشي ورا شغفك وشغفك عارف طريقه، ده بيوديك في داهيه. ما فيش حاجه اسمها كده. حضرتك لو مش عارف تحول الشغف بتاعك ده لشغل وانتاج وتطلع منه فلوس، فاركن شغفك على جنب، خليه هوايه. تمام. واجري وعلى لقمه عيشك زي ما بيقولوا. مفيش حاجه اسمها يعني حضرتك مش قادر تحول الشغف بتاعك ده لشغل وانتاج وفلوس، لا يبقى خلاص اركنه على جنب، خليه هوايه. فالمهم خلاص ده دخلنا صيدله. بس زي ما قلنا كده انا ما كنتش حابب الموضوع، يعني مش حابب ان انا ادخل صيدله وافضل فيها 5 سنين، يعني مش مبسوط. فجيت بقى وانا في سنه ثالثه خلاص اللي هو وصلت لقمه الانفجار، ان هو يا اما هعمل حاجه تانية يا اما هسيب الكليه. فقررت ساعتها ان انا افتح مكتبه جنب الكليه. مكتبه بيع ادوات مكتبيه، كتب وكراس وكشكول واقلام وحاجات زي كده. طب ليه بقى اشمعنى مكتبه؟ والله لو حضرتك سالتني من النهارده لحد السنه الجايه اشمعنى مكتبه، انا والله مش عارف. لحد النهارده انا مش عارف. ودي مشكله كبيره بتقابلنا ساعات كتير، هي مشكله ان احنا بنبقى بنهرب. احنا بنهرب وخلاص، مش عارفين هو احنا بنهرب بنروح فين. تمام. وهتلاقيها هنشوفها في ناس كتير، يعني في ناس كتير حوالينا هتلاقيهم ان هم كل شويه عمالين بيتنقلوا من كارير لكارير. وبيتنقلوا من حتى في الكليات، يعني بنلاقي ان في تحويلات بعد سنه اولى كتير، بيحصل تحويلات كتير. هو ده مش معناه ان انت تتنقل غلط، بالعكس هو حضرتك مش شجره، ده احنا بنتكلم النهارده ان انت لو في كارير غلط لازم تتنقل. بس هو لازم ما تتنقلش بفكره الهروب وخلاص. يعني لحد النهارده زي ما بقول لك كده انا ما اعرفش انا ليه فتحت مكتبه. هو كان يعني السبب الوحيد ان انا كنت عامل زي يعني ماشي بنفس الاتيتيود بتاع امهاتنا الجميله ربنا يديهم الصحه كده، لما بيزهقوا من افعالنا فيقول لك والله لا اسيب لك البيت واطفش. تمام. طب هتعملي ايه؟ ما هنزل الف شويه وارجع، ما هو ما فيش بلان. فاوعى تكون من الناس دي ان انت بتلاقي نفسك في مكان مش مكانك فبتقرر ان انت تغير وتطلع من حفره تقع في حفره تانية. بس الغريب بقى ان برغم ان المكتبه دي كانت من غير بلان بس مشيت كويس، وكانت حاجه غريبه يعني. وكنت مبسوط جدا لحد ما جيت ان انا بفكر بقى خلاص، يعني بفكر ان انا عايز اتقدم اخطب واتجوز. فالمهم جيت اتكلم مع والدي، فوالدي خبطني بقى كده بالامر الواقع. قال لي هو انت لما تروح تتجوز وتتقدم، هو انت هتتقدم لاهل مراتك هتقول لهم ايه؟ هتقول لهم هو انت راجل دكتور صيدلي وسايب الكارير بتاعك من زمن، ولا هتقول لهم ان انت صاحب مكتبه؟ نيجي بقى للخرافه اللي بعد كده، الخرافه الثانيه اللي هو الشغل مش عيب. هو الشغل مش عيب، هو صاحب مكتبه عيب او واحد بيبيع في مكتبه عيب؟ لا مش عيب طبعا. لكن هو العيب الواقعي ان هو يبقى ده يعني الماكسيمم بتاعك، او هو ده اللي انت عايز توصل له. كل اللي انت عايز توصل له ان انا خلاص انا فتحت مكان وواقف ببيع حاجه وخلاص. على فكره الموضوع ده على اي سكيل، يعني مش سكيل مكتبه بس، اي سكيل انت هتوصل له لو انت قررت في يوم من الايام ان انت تقف كده يبقى الشغل عيب. الشغل مش عيب مهما كان، حتى لو انت اشتغلت في ابسط شغلانه مش عيب طول ما انت ناوي ان انت هتطور ده. يعني انت مش عايز تشتغل، يعني انت مثلا عايز تفتح مكتبه اوكي، بس حط بلان بقى ان انت تحول المكتبه دي لشركه ادوات مكتبيه، شركه توريد، استيراد وتصدير، يمكن في يوم تصنع. لكن لازم يبقى في عندك بلان ان انت تكبر، مفيش بلان يبقى عيب. وسواء حضرتك بقى وافقت او ما وافقتش فلازم تبقى عارف ان في حاجه اسمها وضع اجتماعي، واحنا كلنا بنشتغل بنسعى ان احنا نحسن وضعنا الاجتماعي ده. تمام. فجيت والله حسيت ان الكلام لوجيك، فمش خلاص مش يعني اللي هو مش مفيش مفر. فقررت ان انا ابتدي اتحرك تاني. بس المره دي قلت لا، انا لما اتحرك هحاول اتحرك ببلان بقى، مش هعمل زي المره اللي فاتت كده ان انا اهرب وخلاص، لا هحاول اتحرك ببلان. فبدات ان انا اشوف هو ايه الامكانيات بتاعتي وايه الحاجه اللي انا بحبها. فلقيت ان انا امكانياتي بما ان انا خريج صيدله ان انا بفهم كيمستري كويس. تمام.
وانا في ايه اللي انا بحبه بقى، وانا في الكليه كنت احب جدا فكره ان انا الم زمايلي حواليا واقعد اشرح لهم. ده كانت طريقه المذاكره بتاعتي. تمام. فقلت طب والله انا كده ممكن ان انا اشتغل مدرس كيمستري. وفعلا قررت وبدات ان انا اشتغل مدرس كيمياء. في الحقيقه اشتغلت تقريبا مدرس كيمستري حوالي 8 سنين. كنت مبسوط جدا. يعني هي حاجه حلوه وكل حاجه، وعملت خطوه كويسه قوي، ووضع اجتماعي كويس، واتجوزت من هناك وكل حاجه، فالدنيا كانت ماشيه كويس. بس برضه كنت حاسس ان في حاجه ناقصاني. الستايل بتاع الشغل نفسه ما كانش متناسب معايا. يعني ايه الستايل بتاع الشغل مش متناسب معايا؟ يعني فكره ان انا كل يوم اصحى من النوم او انام بدري اصلا من بالليل عشان اصحى الساعه 6 واروح المدرسه الساعه 8 وادخل فصول واشرح الدرس واروح اعيد نفس الكلام، ما كانش ماشي معايا. مره وانا بقول الجمله دي اللي هو ستايل الشغل مش ماشي معايا، حد لطيف كده قال لي والله يا باشا، هو احنا مش احنا ما عندناش الرفاهيه في العصر ده. يعني اصلا الشغل صعب ان احنا نلاقي شغل وشغل كويس، فانت كمان بتتكلم ان احنا نشوف الستايل بتاع الشغل معانا. هو انا مش بقول لحضرتك ان انت لازم يعني ما تشتغلش غير لما تلاقي الشغل اللي ستايله مناسب ليك، بس لازم تبقى عارف ان حتى لو الشغل اللي انت فيه دلوقتي ستايله مش مناسب، ابتدي حط بلان ازاي هتوصل للشغل اللي ستايله مناسب. تمام. طيب، بعد ما وانا شغال بقى في اثناء ما شغال في مدرس كيمستري، اكتشفت ان انا خلاص يعني الستايل فيه حاجه مش مظبوطه، فعايز ان انا اعمل خطوه تاني. بس قررت بقى المره دي ان انا اعمل خطوه صح كمان اكتر من المره اللي فاتت. فقلت والله بما ان انا عندي المكتبه، فابتدي ان انا اطور الموضوع اكتر، اطور المكتبه زي ما اتكلمنا قبل كده، اطور يعني الشغل مش عيب بس اطوره. فقلت والله احنا هنقلبه ان هي تبقى شركه، وتبقى شركه دعايه واعلان. طب اشمعنى شركه دعايه واعلان؟ لان رجعت بقى للي انا كنت بحبه في الاول خالص، اللي انا ما كنتش عارف احوله في الاول زي ما قلت لكم لانتاج او شغل او فلوس. فكره ان انت تبقى صاحب شركه دعايه واعلان ليها علاقه بالفوتوشوب والديزايننج والستايلز ومش عارف ايه اند سو اون، فحاجه حلوه، حاجه من الحاجات اللي انا بحبها. طب حلو، الحمد لله. يعني احنا خلصنا كل ده؟ يعني انت واقف قدامنا دلوقتي بصفتك ان انت واحد صاحب شركه دعايه واعلان؟ لا، في الواقع لا. هو اصلا انا نسيت اقول لكم ان بعد كل الخطوات دي، انا اكتشفت اصلا ان الحاجه اللي كانت مشتركه في وسط كل اللي فات، والحاجه اللي انا فعلا كانت عجباني وكنت بحبها، فكره ان انا انشئ مشروع من اول وجديد. مش بس كده، فكره ان انا اكون تيم والتيم ده يشتغل وانا احس بنجاحي لما اشوف ان التيم ده بينجح. هو ده تقريبا اللي انا حسيت ان هو ده اللي انا كنت بدور عليه. بس ساعتها بقى كان المشكله ان انا مش دارس الكلام ده، فبدات ان انا اخد كورسات ودبلومات لحد ما وصلت الماجستير اداره اعمال. وعشان اقدر اقف قدام حضراتكم واحاول ان انا اساعدكم في الكارير، فكان لازم اكون مدرب معتمد، فبقيت مدرب معتمد من جامعه عين شمس.